الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وصل على نبينا محمد في الآخرين وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك يا ربنا تقضي بالحق ولا يقضى عليك، فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. نستغفرك اللهم من الذنوب والخطايا ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. جل ثناؤك وعظم جاهك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها. اللهم إنا نسألك العفاف والغنى
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين وانصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الظالمين. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية وأرنا يا ربنا فيهم آية. اللهم لا تجعلنا في القوم الظالمين وهب المسيئين منا للمحسنين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من النار. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إمام التقى ورسول الهدى صاحب الشفاعة محمدا صلى الله عليه وسلم. وبعد، أولا مرحبا بكم في هذا البيت الطيب المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم نتكلم بإذن الله جل وعلا عن هذا المعنى الجليل في هذا الشهر العظيم، ألا وهو رمضان شهر القرآن. فهذا الشهر الكريم
قد اختصه الله جل وعلا عندما أراد أن يعرفه بأنه شهر القرآن، فقال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الذي اسم موصول للتعريف، فكأن الله جل وعلا لما أراد أن يعرفنا على هذا الشهر قال شهر رمضان. ما هو شهر رمضان؟ قال: الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فشهر رمضان هو شهر القرآن، وكان جبريل عليه السلام يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فيدارسه القرآن. وتنظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فتجد ارتباط وثيق بين الصيام وبين القرآن، عندما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وفضائل القرآن كثيرة عديدة أكثر من أن نحصيها في هذه الدقائق المعدودة، لكن نذكر بعض هذه الفضائل وبعض هذه المعاني على عجالة. قال الله جل وعلا في أوائل سورة الرحمن، هذه السورة الذي يحفظها الجميع، قال الله جل وعلا: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الناظر في ترتيب هذه الآيات يجد أن هناك تقديم للقرآن. عندما قال الله جل وعلا الرحمن، فالترتيب المنطقي للآيات أن يذكر الله جل وعلا رحماته. هذه الرحمات مثلا تبدأ بخلق الإنسان أولا، ثم بعد ذلك يعلمه الله جل وعلا البيان، النطق، ثم يتعلم بعد ذلك القرآن. لكن الله جل وعلا ما ذكر ذلك وما ذكر هذا الترتيب، إنما قال الله جل وعلا الرحمن علم القرآن. فرحمات الله تبارك وتعالى تتمثل أولا في نزول القرآن، تتمثل أولا في أن يتعلم الإنسان كتاب الله جل وعلا. مثلا عندما ينظر العبد في الآيات فيذكر قول الله جل وعلا الرحمن، هذه الرحمات قد يتبادر للذهن أن الله جل وعلا سيذكر بعدها مثلا رحمات الغيث والمطر، رحمات المأوى والسكن، رحمات الطعام والشراب أو المال أو الأولاد. لكن الله جل وعلا أخر ذلك كله وبدأ رحماته تبارك وتعالى بأنه جل وعلا الرحمن علم القرآن، ثم ذكر بعد ذلك أنه جل وعلا خلق الإنسان وعلمه البيان. فلن يتحقق العبد بالإنسانية إلا إذا تعلم القرآن، لن ينطق بالبيان وبالفصيح من القول إلا إذا تكلم بالقرآن. قال الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. كذلك من فضائل القرآن أنه كتاب موعظة وهدى ورحمة للمؤمنين. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فقال الله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، فالقرآن هو الواعظ الذي يعظ العبد ليجتهد، ليعمل، ليقبل على الأعمال الصالحة استعدادا للقاء الله جل وعلا والدار الآخرة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فأنا صدري في عوائق تعيقه عن سماع الموعظة، أنا صدري في أبراض ممتلئ بالفتن، فتن الشهوات أو فتن الشبهات. فيقول الله جل وعلا: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يشفي الصدور من أمراضها، من عوائقها التي تصدها عن مواصلة السير إلى الله جل وعلا. وما سمى الله جل وعلا القرآن مثلا دواء، إنما سماه الله شفاء، لأن الدواء قد ينفع وقد لا ينفع. أما الله جل وعلا فقد سمى القرآن بالنتيجة، لأن العبد إذا تلقى القرآن حقا وتتبره كما أراد الله جل وعلا له صدقا شفاه الله جل وعلا من أمراضه. فقال: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فينبغي على العبد
أن يشفيه الله جل وعلا بالقرآن إذا قرأه صدقا. لذلك قال الله جل وعلا في الآية التي تلي هذه الآية مباشرة، قال وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته وبكتابه فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فانظر في نفسك، هل أنت تفرح بالقرآن أم تفرح بالدنيا؟ تفرح بالوحي والإيمان أم تفرح بالدنيا؟ ينبغي على العبد أن يسأل نفسه هذه الأسئلة: لماذا أنا متأخر في تعلم كتاب الله جل وعلا؟ لماذا العبد تأخر عن حفظه لكتاب الله جل وعلا؟ ممكن واحد يقول لك يا شيخ أصلي أنا ذاكرت ضعيفة شوية، ما بنعرفش نحفظ القرآن، ما بنعرفش نتعايش مع الآيات. كذبة والله، بس الموضوع مش ذاكرة قوية وذاكرة ضعيفة، الموضوع قدرات، وهناك عبد وجهها في الخير وفي طريق القرآن، وهناك آخر وجهها في غير ذلك. ما أنت بتلاقي اللي بتقول أنا ذاكرت ضعيفة ديت ممكن يكون حافظ مثلا أسماء أنواع العربيات مثلا، أو مثلا أسماء فرق الكورة، وعارف بقى المحلي والأوروبي ومنتخبات وفرق، عارف مثلا أسماء اللعيبة، عارف لعيبة الأهلي ولعيبة الزمالك ولعيبة ريال مدريد ولعيبة، عارف كل حاجة، لكنه عندما جاء عند القرآن تعطل لأنه ما صدق مع الله جل وعلا. يقول لك يا شيخ أنا ذاكرت ضعيفة. طب أنت حافظ يا حبيبي كل الأسماء دي، لماذا تقف عند القرآن وأنت عاجز؟ لأنك ما صدقت الله جل وعلا في القول. فينبغي على العبد أن يصدق الله جل وعلا في أخذه لكتاب الله تبارك وتعالى، فالقرآن هو حبل الله المتين. ينبغي على العبد أن يصدق الله جل وعلا في تلاوته لكتاب الله جل وعلا. لو خلاص سلمنا أنه مش هيقدر يحفظ، على الأقل يتلو كتاب الله جل وعلا، لا سيما في هذا الشهر المبارك. كذلك ينبغي على العبد أن يصدق الله جل وعلا في تدبره لكلام الله تبارك وتعالى. كثيرا أيضا من الحفظة يحفظون كتاب الله جل وعلا لا يجاوز حناجرهم، تراه يحفظ القرآن ويتقنه، لكن أخلاقه لا يتمثل أبدا بأخلاق القرآن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، فتراه مثلا يحفظ كتاب الله جل وعلا عن ظهر قلب، لكنه بذيء اللسان، يشتم ويتكلم ويغتاب وينم ويأكل أعراض المسلمين. هذا ما انتفع من القرآن بشيء. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يحفظون كتابه ويتلونه حق تلاوته ويتدبرونه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يتخلقون بأخلاق القرآن. في الأخير في شباب زي ما قلنا، هناك قوم اجتهدوا ووجهوا قدراتهم لكتاب الله جل وعلا، وهناك قوم اجتهدوا ووجهوا قدراتهم هناك بقى في الأغاني ومسلسلات ولعيبة الكورة والفرق وغير ذلك. فينبغي على من اجتهد في كتاب الله جل وعلا أن يكرم وأن يرفع فوق الرؤوس. عشان كده في 4 شباب يجتهدون في حفظ كتاب الله جل وعلا، لدرجة أن بعضهم قد بدأ حفظ القرآن معي السنة اللي فاتت في شهر رمضان، فلما وصلنا إلى هذا الشهر المبارك حفظ نصف القرآن. هو مش متفرغ، ده هو بس يعني واحد شغال 10 ساعات، شاب في كليته بيذاكر ويجتهد للكلية، غيره وأحدهم مثلا يجتهد ويشتغل أكثر من 16-17 ساعة، لكنه يعكف على كتاب الله جل وعلا ليحفظه. بفضل الله جل وعلا أتمم 15 جزء من كتاب الله جل وعلا. الشيخ شعبان الآن هيسلمهم الدروع ديت، نسأل الله جل وعلا أن يجعله في ميزان حسناتهم. أولا الأخ العزيز محمد إسماعيل. الشيخ محمد فين؟ امسكوا بقى. محمد أحمد عبيد. عشان محمد ورا بقى هيجي له عاوز ربع ساعة. يلا يا محمد فضلوا الطريق لو سمحت يا اخوان. معلش. محمود محمد زكريا. محمود فين؟ قريب.
طفي النور لو عاوز تطفي النور، عايز تطفيه النور ده مضايقك؟